يقول عبد الله بن المبارك رحمه الله: بينما أنا عائد من الحج في أحد الطرقات وقفت على عجوز أمرها غريب لا تتحدث إلا بالقرآن. يقول: قلت: السلام عليكم. قالت: سلام قولا من رب رحيم. قلت: رحمك الله، ماذا تصنعين هنا؟ قالت: ومن يضلل الله فما له من هاد. قال: فعلمت أنها تائهة. قلت: أين تريدين؟ قالت: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قلت: كم بقيت هنا؟ قالت: 3 ليال سوية. قال: فقلت لها: ما أرى معك طعام. قالت: هو يطعمني ويسقين. قلت: من أين تتوضئي؟ قالت: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. يقول: قلت: إن معي طعام، فهل لك في الأكل؟ قالت: ثم أتم الصيام إلى الليل. قلت: هذا ليس شهر رمضان. قالت: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قال لها: قد أبيح الإفطار في السفر. قالت: وأن تصوموا خيرا لكم. قال: لم لا تكلميني مثل ما أكلمك؟ قالت: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال لها: هل أريخ الناقة حتى تركبي؟ قالت: وما تفعل من خير يعلمه الله. فأناخ الراحلة لتركب، فالتفتت إليه وقالت: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. قال: فصرفت بصري عنها لتركب. قال: فأخذت بزمام الناقة وأسرعت في المشي. قالت: واقصد في مشيك واغضض من صوتك. قال: فبدأت أترنم بالشعر رويدا رويدا. قالت: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. يقول: قلت لها: ألك زوج؟ قالت: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. قال: فسكت ولم أكلمها حتى أدركنا القافلة، ثم قلت لها: من لك في القافلة؟ قالت: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. يقول: فعلمت أن لها أبناء في القافلة، فقلت: وما عملهم؟ قالت: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. قال: فعلمت أنهم أدلاء الركب. فقلت: وما أسماء أبنائك؟ قالت: واتخذ الله إبراهيم خليلا، وكلم الله موسى تكليما، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. قال: فناديت: يا إبراهيم، يا موسى، يا يحيى. قال: فخرج أبناؤها كأنهم أقمار. فالتفتت إلى أبنائها وقالت: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. قال: فمضى أحدهم وأتى بطعام وقدمه بين يدي، ثم قالت لي: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. يقول عبد الله بن المبارك: فقلت: طعامكم هذا حرام علي حتى تخبروني بشأن أمكم. فقالوا: هذه أمنا منذ 40 سنة لا تتكلم إلا بالقرآن مخافة أن تزل فينزل عليها غضب الرحمن.